السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مساء الخير للجميع. سنستمر الآن بالمؤتمر الصحفي مع وليد الركراوي مدرب المغرب. من فضلكم جميعا ارفعوا أيديكم وقولوا اسمكم ومن ثم الجهة التي تتبعونها وبأي لغة ستطرحون السؤال. فلنبدأ. أنا أبدأ؟ تمام. رياض غازي ديربي سبور. وليد، نتيجة ديال التعادل كتبقى جد مهمة أمام منتخب كرواتي في أول مباريات افتتاحية ديال المجموعة السادسة، ولكن وليد شفنا بأن كان بالإمكان ديالنا نحققوا 3 ديال النقاط. شنو اللي كان خاص وسيرتو بعض اللاعبين في ميليو تيران اللي ما كانوش اليوم في المستوى الكبير؟ ميرسي بوكو خويا. اللي الاخريه كاس العالم كانت في لا فينال، اللي في ميليو تاع عندهم بالون دور مودريتش، اللي عندهم بروزوفيتش اللي غيلعب في الانتر ميلان تيتولير، عندهم كوفاسيتش، عندهم لوفرين، بريزيتش. انت كتجي كتقول لي الماتش اللي كنا نقدروا نربحوه، انا باني اوني تومبي سور اون تري بيل ايكيب كي بوفي نو باتر، مي اون ا جوي avec nos armes, on a été bon, c'est un très bon résultat. et ما شفتش الماتش اللي شفتي انت، بالعكس كان الماتش في الانتنسيتي اللي كان ماشي سهل. ما خصكمش تنساو ملي كنلعبوا هاد كاس العالم مع بزاف دراري اللي في لو توب د لاغ فورم ما كاينينش. حكيم زياش شحال ما لعبش، بوفال شحال ما لعبش، املاح شهر ونص كيتريني بوحدو مع لا ريزيرف. دونك انت مغربي بعدا ولا ولا مغربي؟ خصك تفرح شنو داروا اليوم الدراري، تقاتلوا. يا دي ماتش اللي غير خليني نكمل. يا دي ماتش qui sont difficiles, c'est le très haut niveau, c'est la coupe du. On peut les gagner, on peut les perdre sur des détails. Bien sûr qu'on a نخسروا. Donc c'est un bon résultat à Chile qu'on a barré. On a été très bien organisé et on a couru beaucoup, mais à l'arrivée c'est un bon résultat. إذن في كأس العالم الأخيرة كنا بالطبع نلعب بطريقة مختلفة. أهلا بالجميع. التلفزيون الكرواتي. أميرن. أهلا سيد وليد. قبل المباراة البارحة أنت قلت لنا أن كرواتيا هي الأرجح للفوز، وبعد مباراة اليوم هل تعتقد أن النقطة التي حصلتم عليها هي مهمة أو أهم بالنسبة لفريقك بالمقارنة بالفريق الكرواتي؟ وهل هذا بمثابة دفعة وثقة بالنفس للمباراة القادمة؟ نعم بطبيعة الحال، وبالطبع كما قلت لزميلك علينا أن نحترم كرواتيا. كرواتيا هي فريق كبير، وليس علينا أن ننسى أنه كانوا هم الوصيف في كأس العالم الأخير، وبالتالي أيضا ربما هم من أفضل الفرق المشاركة في هذا العام. وأنا هنا في منصبي منذ عامين ولعبت فقط 3 مباريات، وأعتقد أننا بما أننا تعادلنا فهذا جيد جدا بالنسبة لنا، لأننا بالنسبة للمباراتين الأخيرتين نحن أدينا أداء جيدا، ورأيت مودريتش اليوم أيضا كان رائعا، وأنا بالفعل أيضا فخور جدا بالشباب. نحن حصلنا على نقطة واحدة وسننتظر ما سيحدث في مباراة بلجيكا، وإن شاء الله سنرى أننا سنتأهل في الجولة القادمة هنا بالمنتصف. وليد، المباراة لاحظت بأن اللعب الفردي غلب على اللعب الجماعي، وحتى تير ما دارش كادغي بالنسبة للمنتخب ديالنا على المرمى ديال كرواتيا. واش كان خوف ولا انت كانت الخطة ديالك هي كرواتيا تاخذ الكرة وانت دير لي كونتر اتاك؟ شكرا. لا ماشي الخوف، الكرة سهلة. مرة كتمشي في ان بلان جو كنا باغيين نهزوا الكرة بالحق. شفتو انا بوكو دي شو ميليو تيران في ديبي دو ماتش اللي ما خلاتناش نثيقوا، ومني بدينا كنديعوا الكواري
فورسيمون كترد عليهم وهما هما عندهم كويريا في ميديو التيران. حنا الغلط اللي كنديرو هما ما كيديروهاش. يساف تو كونفيسكي البالون اي هنا مزيانه الدراري ديالنا باش يعرفوهم لو او نيفو هي ديك لي فوت دو كونسونطراسيون لي بالون بيردو. جو بونس كو اليوم ولا كنا عندنا بلوس دو ميتريز تكنيك موان ديشي. وفي نفس الوقت أيضا بالتكتيك الذي كنا نلعب به كان من الممكن أن نلعب بطريقة أفضل. ميديان سنيناهم كنا كنسناو الغلط ديالهم في ميديو التيران باش نقطعوا باش نديروا لي كونتر اتاك. بالحق في الاخر دابا عاد حنا اللي مزيانه في دابا في هذا الوقت لي ستاتيستيك اللي كتشوف كرواسي على 65% de possession, on doit avoir 35, mais في الاخر on a tiré 7 fois au but de cadrer, ils ont tiré 7 fois au but de cadrer. Donc la possession كنعاودها حتى في la première conférence, ديك la possession حتى حنا خصنا نساوها مره. الكره اليوم ماشي la possession. واش اليوم علاش عندهم 65 عندهم 3 بوان؟ لا. السعوديه واش كان عندها لا بوسيسيون مع الارجنتين هي عندها 3 بوان. حتى حنا كجمهور مغربي خصنا تاكتيكمون il faut qu'on progresse dans la vue d'un match. C'est pas parce qu'ils avaient le ballon que c'était plus difficile pour nous. On a accepté de pas avoir le ballon. On aurait préféré qu'on soit plus dangereux. Mais voilà, on a une belle équipe en face de nous qui nous a posé des problèmes. On a été fort mentalement. من الشرق بلومبرج. سؤال لحضرتك، بشكل عام الكرة المغربية دائما تضم أفضل العناصر وأفضل اللاعبين، لكن على مستوى الإنجازات ليست على نفس مستوى كفاءة ومهارة هذه العناصر. فهل تعتقد أن في هذه النسخة المنتخب المغربي قادر على تحقيق ما لم يحققه في النسخ الماضية سواء في كأس العالم أو على مدار مختلف البطولات؟ Again, and we get the translation. Because اسمح لي عندي غير بالدارجة أنا. Now, please repeat once It's again. okay, better because after I there. وإن شاء الله واخا فرنساوية ويترجم. moi je viens d'arriver forcément. لدينا بالطبع أيضا الكثير من الخبرات بالنسبة للاتحاد المغربي لكرة القدم. نحن نحاول أن نبدأ بداية جيدة، ولكن بالنسبة للأهداف المتوسطة وبعيدة المدى بعد أن كسبنا كأس الأمم الأفريقية بالطبع نريد أن نحرز تقدما أيضا في كأس العالم، سيكون هذا رائعا. ليبرون من تنسنت: كان بالطبع الأداء المغربي مثيرا للإعجاب وأيضا أداء المشجعين، هل تعتقد أن هذا أثر؟ فرنسي وفي السياق كان هذا بعض اللغات. يس ما أستطيع أن أقوله عن هذه المباراة أن اللاعبين أدوا أداء جيدا. الأمر لا يتعلق فقط بكرواتيا، نحن نحترم كرواتيا ونعرف أنها من أفضل المنتخبات على مستوى العالم، وفي نفس الوقت نحن نخاف أن نخسر في الحقيقة المباراة الأولى، وبالتالي عندما يبدأ المرء بخسارة ينتهي الحلم بسرعة، ونحن لم نخسر، وبالتالي أعتقد أننا زادت ثقتنا بنفسنا وإن شاء الله سنجعل الجميع فخور بنا. وكالة الأنباء القطرية. Coach, okay, I can speak in English, no problem, Coach. I want you to. سأستطيع أن أتحدث بالإنجليزية، ليست مشكلة. بما أننا من الشعب العربي نحن نهنئك.
ماذا تعتقد عن الجو في الاستاد اليوم؟ وهل كنت تلعب بالطريقة التي تلعب بها أيضًا على الأرض المغربية، أم كنت تلعب وكأنك تلعب على أرضكم؟ لأن كثير من الجماهير كانت تشجع المغرب. Today, if we طبعا أعتقد أنه إن لم نشعر بأننا في ديارنا لكانت المسألة ستكون أصعب بكثير علينا. المشجعون كانوا رائعين حقا، يعني يدفعون بالفريق بالمنتهب إلى الأمام لكي يبذل قصارى جهده رغم التعب ورغم الكلل. يعني نحن نفتخر لكوننا في قطر في أول مونديال في بلد عربي، وإن شاء الله سنبذل كل ما بيدنا بنسبة 100% لكي يفتخر بنا الأفارقة والعرب. سؤالين أخيرين من فضلكم هنا بالأمام. على هذا العرض اللي قدمته غادي ننطلق من الندوة الصحفية ديال المدرب الكرواتي اللي قال بأنكم صعبتوا عليهم المباراة صراحة، وقال أنه حرفيا لعب مع منتخب شرس وأنه كان متخوف من المنتخب الوطني، هذا اللي خلاه أنه ما يلعبش لو جو اللي كان بانيه. ولكن نرجعوا للمنتخب ديالنا حنايا، ما كتشوفش على أنه لعبتوا بذكاء، ولكن هذيك الفاعليه الهجوميه اللي في النصيري، لان كل شيء المحللين الان كيتحدثوا على النصيري بالضبط انه ما تعطاتش فرصه، لان 10 دقائق اللي تعطات المهاجم حمد الله ما نقدوش نحكموا فيه. واش ما غتعطاش فرصه باش نشوفوا تقلب الموازين ديال قلب الهجوم؟ نشوف ما كنشوفش على عبد الرزاق ولا على يوسف ولا على اي واحد، كنشوف اللي يقدر يعاون الفرقه في هذا الماتشات كان هو يوسف. ويوسف الخدمه اللي دار اليوم ما يمكنش، شحال جرى ملي خصك تعاون الميليو تيران. عاون ديما كان عليه ان ماركاج انديفيدوال على بروزوفيتش باش ما يخليش يخرج كره، باش ما يخلوش باش يرتاحوا. شفتوا مودريتش في الاخر الماتش كان خصو يهود لتحت باسكو ما كانوش كيجبروا لي زيسباس، وكان خصك واحد اللي لا كاليتي ديالو هي هادي. عبد الرزاق ديال الكاري كان عاوده يقدر يعاوننا، وتسمحت في الاخر علاش كنت شميت يمكن شي كونتر اتاك كان يقدر يعطينا شي اضافه. بحال عندنا 3 الماتشات وعبد الرزاق عرف هادشي، والصراحه اللي كيحطي في لونطرينمون وكيفاش دخل اليوم بين لي هو يقدر يعاون. بحال حنا عندنا فرقه وعندنا عائله اللي كيبدا كيتقاتل، اللي كيدخل كيعرف لو رول ديالو، وماشي بين عبد الرزاق ولا الناصري، بين لو رول ديال لاتاكون اللي كنطلب منه. وسورتو في هذا الماتش اللي كنت كنطلب منه في هذا الماتش كان خصني واحد اللي غيتقاتل اللي غيجري باش الميليو تيران كونترولو الميليو تيران. ويوسف هاد لي كاليتي عنده احسن من عبد الرزاق. عبد الرزاق عنده كاليتي اخرى ويقدر يعاوننا بلي كاليتي ديالو ان شاء الله في الماتشات اللي جايين. وغنشوفوا كيفاش غنلعبوا مع بلجيكا. مازال غنشوفوا واش عبد الرزاق يبدا، واش الناصري، واش شي ديره. اللي مهم انا اللي كيامني هي الفرقه، هي نجيبوا النقاط ونتاهلوا ان شاء الله.